الناس اللي دايما بتلومك وتأنبك دي بتعاني من مشاعر ذنب. المشكلة مش عندك خالص، خد بالك. الناس بقى اللي بتضحك كتير دي عادة بتعاني من مشاعر حزن، فخد بالك. بلاش تحسدهم وسيبهم في حالهم وابعد عينك عنهم. الناس بقى اللي بتفرح بسرعة وبتزعل بسرعة دي عندها حساسية مفرطة في المشاعر، فخد بالك ان انت خف عليهم كده انتقاد ولم نفسك. متصاحبش بقى قليل الاصل والناس اللي بتتكلم عن نفسها كتير، واهم حاجة مشاكلها ونفسها، ودايما بيحكولك عنها ومفيش اي استفادة. ولما تحتاجهم ما تلاقهمش، بالعكس خالص بيغزلوك وبيكبروا دماغهم. الناس بقى اللي دايما بتعاني من تأنيب الضمير وجلد الذات دي اتعانت وهي صغيرة، كانوا بينتقدوها كتير وبيجلدوها كتير. لما كبرت بقت دي عندها زي عقدة كده في حياتها، ان هي بتلوم نفسها وبتجلد نفسها على ابسط الاشياء، فخد بالك في التعامل معاهم. اما بقى الناس اللي على الفاضي وعلى المليانه بينتقدوكوا ويتحسوا كده ان هم قاعدين ينظروا طول الوقت، عندهم مشاعر نقص، يا عيني غلبانين مش عارفين يعملوا ايه. فخد بالك ان انت ما تدهمش ودانك وكبر دماغك وخد لك جنب. وهنختم بقى بالناس اللي بتتكلم عليك من وراك، ملهاش غير ان هي غيرانة منك ومش عارفة تبقى زيك. فخد بالك، لو انت مهتم بأي حاجة من الناس دي كبر دماغك وعيش لنفسك وبس.